داخیانش برای گشتی ام مجلس جن آ پارتیا یکتیا دموکراتیک پیده بویرا کل کامپا بهار که یا گریدای پارزگاه هولیر قومی کو ایرشکی به درون دولت ایران لکامپا پارتیین کارکرین کردستان کملای کر شرمزار دکن ده انجام ده هجماره که سیویل شهروان بریندار بون آرمانجا و ایرشی جوله راکرنا گل کرد بو دوی بویره دا شهروان کرد خزالا مویلان بریندار بو بشرا او برین نخشخانه که لسلیمانیه لکریاره نا اخلاقی و نا مروفی یارت کرنه نا قبول کرنه و بو صدامه شهادتا و دوان شرط و مرجن دجوار دا دجی دوی گل کرد لهمو بشن کردستان جبو پاراستنا ناسنامه و هبونا خایه گرتنه بن لباله ام باور دکن کو تشتن دقاومن زرار ددن یکتیان ما وکا گل کرد ام وکا جنن پارتیین یکتیین دموکراتیک پیده و کریارن نا اخلاقی شرمزار دکن و بانگ لهمو جنن جهانه و تایبتی جنن کرد دکن کو ببن یک ولدی جوان کریارن کو خدمت جواکه جنان دکن بسکینن اف کریارن تایبتی یا لدی شروانه کی جن کو جبر رومتن کلمه کرد تکوشینه ناین قبول کرن ام و رد دکن جبر و یک دو حکومت حرم کردستان ریوبرین سلیمانی و بتایبت جی یعنی که لپرسینه که لسر ریوبری نخشخانه ببن دست بگیرن وان کریارن خواب برسیار بگیرن ام وان خالان داخاز دکن لپرسینه که نو لسر نخشخانه دو برسیارین ریوبری نخشخانه سه شروکرنا گشتی جبورای گشتی وره کرن هجرین نیسان 2026 مجلس جن پیده جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه. بيان إلى رأي العام مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بادي في كوباني إن حدث الذي جرى في مخيم بحرك تابع لمحافظة هولير استهدف بالطائرات المسيرة تابع للدولة الإيرانية المخيم حزب الكادحين الكردستاني كوملة ونتيجة إصابة عدد من المدنيين والمقاتلين والهدف ما جرى هو إنهاء الشعب الكردي وما جرى ما حدث إصابة المقاتلة الكردية غزالة مويلان ومن ثم تم أخذها إلى المستشفى في سليمانية ولكن تصرف لا أخلاقي بعدم الاستقبال المقاتلة كان أمرا غير إنسانيا وغير وطني وكان نتيجة رفضهم هو استشهاد المقاتلة غزال مويلان ومن هذا الظروف الصعبة التي نحن نمر بها فالشعب الكردي في جميع أقسام الكردستان يتطلب أن نكون يدا واحدا من أجل الدفاع عن هويتنا ووجودنا لكن نرى أن ما يحصل يضر باتحادنا نحن كشعب الكردي ونحن كنساء في حزب الاتحاد الديمقراطي ندين ونستذكر أن هذه التصرف لا أخلاقي ونناشد جميع النساء العالم ونساء الكرد باتحاد مع بعض والوقوف ضد هذه التصرفات التي لا تخدم المجتمع والمرأة وبالأخص هذه التصرف الذي بادر منهم ضد المقاتلة وامرأة في نفس الوقت التي ناضلت من أجل كرامة شعبنا الكردي ليس مقبولا ونرفضها ولهذا على حكم أقليم الكردستان وإدارة سليمانية وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ينكي بفتح تحقيق مع إدارة المشافي ومحاسبتهم على ما فعلوا ومن ثم نطالب ما يلي فتح تحقيق من جديد مع المشافي محاسبة إدارة المشفى نوضيح ما جرى إلى الرأي العام جن جيان آزادي جن جيان آزادي جن جيان آزادي جن جیان آزادی بيجي ساروك آبو بیجی سروک آبو بيجي ساروك آبو بیجی سروک